أي حد بيتعرض لحالة فراق بيحس بألم رهيب، وصدق أي حد لما يقولك إن جسمه كله وجعه لما فارق شخص كان بيحبه. في الفيديو ده هقولك ليه هو بيحس بالألم ده، وهقولك إيه الخطوات اللي تعملها عشان تتعافى من الفترة دي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما أول حاجة، أنت لما بتكون مع حد كنت بتحبه فالجسم في الحالة دي بيفرز هرمون اسمه الدوبامين. الدوبامين ده هو المسؤول عن السعادة، سعادتك كلها في الدوبامين ده. ولما الشخص ده بيمشي بيتبخر الدوبامين من الجسم، ويبدأ الجسم يفرز الكورتيزول. الكورتيزول ده هو المسؤول عن الاكتئاب والاضطراب والقلق والوجع وكل حاجة انت بتحس بيها. فده هو التفسير العلمي للحالة اللي انت بتمر بيها لما بتفارق شخص كنت بتحبه. تعالى بقى اقول لك ايه ازاي تتجاوز المرحلة دي، وتتجاوزها بسهولة جدا، وتتجاوزها في وقت قصير جدا. رقم واحد، لما بتيجي تسمع فيديوهات التنمية البشرية أو اللايف كوتش، الناس دي بتقول لك افتكر كل عيوب الشخص ده. وأنا بقول لك النهاردة إن علم النفس بيقول الكلام ده غلط جدا. اوعى تفتكر عيوبه فبس. انت لما بتوجه إشارة للمخ إن هو بيفتكر عيوبه، المخ بيسمع كلامك وبيجمع كل عيوبه كلها قدام عينك. الكلام ده لوقت مؤقت جدا، يعني مسكن. بس لازم تكون حيادي في تفكيرك، لازم تكون عاقل جدا وانت بتفتكر ان انت مريت بايام حلوه ومريت بايام وحشه. فالشخص ده له ما له وعليه ما عليه، عشان العقل ما يبقاش فيه صراع بينه وبين القلب، صراع هرموني هيتسبب لك في آلام وفي انك تاخد فترة طويلة عشان تتجاوز اللي انت فيه ده. فعادي جدا الشخص ده له ما له وعليه ما عليه. رقم اتنين، هتشوف في الفيديوهات ان انت ما تروحش الاماكن اللي كنتوا بتروحوها سوا. وانا بقول لك هنا روح الاماكن دي، روح مع ناس تانية وافرح. ما تربطش الاماكن في مخك بشخص معين، ما تربطش كل ذكرى بشخص معين. روح واخرج مع ناس تانيين وافرح، وخلي المكان اللي انت حزنت فيه هو نفس المكان اللي انت تفرح فيه. الحاجة الأخيرة، لازم تقتنع إن أنت اتقابلت مع بشر، بشر يصيب ويخطئ، ما اتقابلتش مع ملاك. حط في دماغك إن ده قدر وكان كاتبه ربنا سبحانه وتعالى. عشان لما هتعمل كده وهتفكر بشكل عقلاني هتتجاوز وهتتخطى المرحلة اللي انت فيها بمنتهى السهولة. إنما طول ما في رواسب في دماغك، الرواسب دي ممكن تسكت فترة، بس بعد كده هتطلع هتتعبك مرة تانية، وهيبقى انتكاسك سهل جدا. فخليك شخص واعي وعاقل، واعرف ان انت نفسك فيك عيوب، وليك ما لك وعليك ما عليك. وبس كده يا غالي، اشوفك بكل خير.